أصحابي النهاردة هنعمل أحلى فتة شاورما بالطريقة السورية. هنبدأ بتتبيلة الشاورما. هنحتاج نص كيلو شرايح صدور دجاج، ليمون، خل، زيت زيتون، دبس رمان، توم والتوابل، ملح وفلفل، توم باودر، كركم، بابريكا، سماق. هنحط ليمون، خل، زيت زيتون، دبس الرمان، التوم، التوابل. نقلبهم كويس. نحطها في التلاجة لمدة نص ساعة. ودلوقتي هنعمل رز الشاورما. هنشوح الرز في السمنة. التوابل نشوحها مع الرز. هنحط المية السخنة. نحط الرز هتتشرب. الرز بقى جاهز. شغالة مفرول لونه جميل. ودلوقتي هنسوي الشاورما. هنحطها على نار عالية عشان ما تجيبش ميتها. كده الشاورما بقت جاهزة. دلوقتي مقادير صوص فتة الشاورما: 3 كوبايتين زبادي، ربع كوب طحينة، توم، عصير ليمون، خل، زيت زيتون والتوابل، ملح وفلفل، كمون، سماق. أول حاجة هنحط الزبادي. طحينة، ليمون، خل، زيت زيتون، توابل. نقلبهم كويس. هنخفف الصوص بشوية مية لحد ما يبقى بالقوام ده خطير يا أصحابي. هنحمص العيش في القلاية بمعلقة زيت وملح وفلفل وسماق. دلوقتي هنعمل طشة الشاورما. هنحطهم نشوحهم في معلقتين سمنة ومعلقتين كبار خل. دلوقتي هنركب طبق شاورما. العيش، الرز، وبعدين هنحط الشاورما نسويها كويس. ونحمص. وصلصة الزبادي. آخر حاجة البصل مع طشة الفتة. طبق فتة شاورما بتكات شيف مازن بالهنا والشفا. يا أصحابي أشوفكم قريب. بيسعدني أعرف رأيكم في الكومنت.